السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا مزارعين، صباح الخير على حضراتكم جميعا، كل سنة وحضراتكم طيبين. فيديو جديد من قناة كيان الزراعة دكتور علام أحمد. عايز أتكلم النهاردة في عجالة سريعة عن عنصر الكالسيوم في الطماطم. أولا، عنصر الكالسيوم في الطماطم من العناصر اللي ممكن تسبب لي مشاكل كبيرة جدا، ألا هي لسعة الثمار أو ما يسمونه بعفن الطرف الزهري. طبعا حضراتكم عارفين ان الطماطم تختلف في حساسيتها لدرجة النقص في عنصر الكالسيوم. يعني على سبيل المثال الأصناف البلحية كل ما هو الشكل بتاعه بلحي زي 380 صنف 380 أو 023 أو 036، الأصناف البلحية دي يا سادة بتكون أكثر عرضة لنقص الكالسيوم أو بتكون حساسة جدا لنقص الكالسيوم، غير الأصناف المدورة أو الأصناف اللي واخدة الشكل التفاحي، فبيبقى يعني ايه، او شكل البرقوق، بيبقى الحساسيه بتاعتها لنقص الكالسيوم قليله جدا عن الاصناف البلحيه. يعني اي صنف ثمره الطماطم مدببه ده حضرتك بيبقى مدببه من الاسفل من عند منطقه الزهره بعد عمليه العقد، بيبقى ديت اكثر عرضه لنقص الكالسيوم. الاصناف البلحيه أكثر عرضة لنقص عنصر الكالسيوم عن الأصناف اللي هي البرقوية أو المدورة أو التفاحية. طب هنا السؤال اللي اتسألته امبارح من حد كده معين: يا باشمهندس أنا النهاردة عشان أسمدة الكالسيوم، عشان أجيب شكارة النهاردة نترات كالسيوم من شركة براند أو شركة محترمة عشان تجيب نتيجة معايا، الشكارة دي غالية، فهل في بديل؟ لا والله يا فندم، البديل الرش الورقي مش كافي، لان في ناس بتبدا بترش كالسيوم رش ورقي وبتعمل افراط غزير في عمليه الرش، وبرضه بيظهر عندهم اعراض نقص الكالسيوم. الكالسيوم قد يكون العنصر الوحيد اللي ما اقدرش استغنى عنه في التسميد الارضي. المعلومه دي مهمه تاني، الكالسيوم قد يكون العنصر الوحيد اللي ما اقدرش استغنى عنه في التسميد الارضي. ليه بقى؟ لأن الكالسيوم امتصاصه بطيء. الكالسيوم عنصر غير متحرك في النبات، يعني موبايل في النبات، لذلك بيظهر أعراض نقصه في القمة النامية. ممكن تلاقي تقزمات وتشوهات في القمة النامية ولكن لا تلون باللون البني، وده اللي بيفرقه عن نقص عنصر البورون. طبعا حضراتكم عارفين نقص عنصر الكالسيوم في الطماطم اللي هو لسعة طرف الزهرة من تحت أو طرف الطماطمية من تحت، فبيسموه حتى ايه، لسعه. ولكن احنا بنفرق ما بين لسعه الشمس ونقص الكالسيوم. لسعه الشمس بتيجي من الجنب ودي بتبقى راجعه برضو نظرا للعطش، اما بالنسبه لنقص الكالسيوم فبتلاقيها في الطرف السفلي من الحبايه بتاعه الطماطم. الاراضي الغمر تبقى اكثر اصابه او اكثر تعرض لنقص عنصر الكالسيوم. ليه بقى؟ لان الاراضي الغمر المزارع بيستغل نترات الكالسيوم تسميد ارضي، لان طبعا بيروي غمر، فكميه الميه اللي داخله للفدان كبيره، فبيبدا يتجه للرش الورقي وبيتجه لمركبات الشركات ان هو بيرش رش ورقي كل اسبوع رشه او كل 10 ايام رشه، وده مش كافي في الطماطم. لان حضرتك النهارده الطماطم ده نبات مزهر، نبات قوي، نبات من العائله الباذنجانيه، جذور قويه، المجموع الخضري بتاعه بيكبر، فكل ده محتاج ان هو تدعم جذور الخلايا. الكالسيوم طبعا بيدخل في تكوين جذور الخلايا مكونا بكتات الكالسيوم والمغنيسيوم، مسؤول عن صلابه الثمار، مسؤول عن تظبيط بي اتش السيتوبلازم بتاع الخلايا النباتيه ككل، مسؤول عن انقسامات الخلايا الميرستميه او انقسامات خلايا الجذور والقمم الناميه. فالكالسيوم مهم جدا لكل الزراعات. الكالسيوم تقدر تقول هي وحدة البناء اللي بتكون عليها جذر الخلايا أو المادة اللاحمة ما بين جذر الخلايا، وبالتالي بتبقى مسؤولة عن صلابة السقان والثمار، ومسؤولة عن الشيلف لايف أو ما يسمونه بفترة اللي هو نصف العمر أو فترة التحمل. فيعني الكالسيوم كمان مسؤول عن جودة الثمار، هو ده اللي بيخلي الطماطمية بتاعتك ناشفة، بيخلي الطماطمية بتاعتك تستحمل التخزين على ما تروح الوكايل وعلى ما تقدر تبيع محصولك. لذلك اما بتلاقي طماطم طرية او لينة ده بيبقى راجع برضو لنقص الكالسيوم. ساعات كده بتلاقي في الاسواق وفي الوكايل الطماطمية تيجي تتك عليها بتبقى لسه واخده اللون الاحمر، وبرغم ذلك تلاقيها طريه او ما خدتش اللون الاحمر الداكن
اللي هو ما بين الاحمر الفاتح اللي هو مثلا خلاص يعني يعتبر اصلا نضجت وانا شلتها بسرعه، وبرغم ذلك تتك عليها تلاقيها فاضيه وتلاقيها طريه، ده بيبقى راجع ل ان جذور الخلايا بتاعت الثمره من بره مش قويه نتيجه لنقص الكالسيوم. نصيحتي ليك في الري بالتنقيط، نصيحتي ليك اهتمام بمعالجات الملوحه المحترمه من شركات محترمه، لان معالجات الملوحه فيها كالسيوم، اكسيد الكالسيوم. في بقى شركات عامله كالسيوم مخلب على ليجنوسلفوليك او سكريات كحوليه بصفه عامه، وفي شركات عامله اكسيد كالسيوم صافي ما عليهوش لا احماض ولا عليه حاجه. فيعني يفضل استخدام معالجات الملوحه في الري بالتنقيط كل 10 ايام، كل 12 يوم بالكتير تنزل تسميده معالج ملوحه. هيفيدك برضو ان طبعا لان معالج الملوحه فيه كالسيوم، فهيفيدك برضو ان هو بيمد النبات بعنصر الكالسيوم. نترات الكالسيوم مهمه جدا، ولكن احذر المغشوش منها، لان نترات الكالسيوم في منها كميات كبيره جدا في السوق مش مظبوطه. انصحك بالكالسي باور وكالسي بوست، تقريبا افضل مركبين انا جربتهم في نترات الكالسيوم وادينوا نتائج محترمه جدا. كالسي بوست او كالسي باور حاجه محترمه جدا من شركه شورى، تقدر تستخدمها بمعدل من 3 ل 5 كيلو في التسميده، حاجه هتديك نتائج فوق الممتازه. نترات الكالسيوم هسمدها كل 10 ايام او كل 15 يوم باقصى حد. نترات الكالسيوم هسمدها كل 10 ايام او 15 يوم اقصى مده. رش الكالسيوم بورون كل 15 يوم ادي رشه، كل 15 يوم ادي رشه. 3 رشات الاساسيين في عمليه رش الكالسيوم: رشه في بدايه التزهير بتاع الطماطم، ورشه في بعد العقد، ورشه بعد العقد ب 15 يوم. دول ال3 رشات اساسيين، ولكن انا بنصحك وبنصح نفسي قبلكم ان لازم ادعم كل مرحله بالكالسيوم. ازاي؟ انا النهارده في بدايه الطماطم ده انا قلت لك دلوقتي على ال3 رشات الاساسيين، ولكن بقى انا هديك العلم الحديث. انا النهارده بعمل مجموع جذري اول 15 يوم، اول 20 يوم بعمل مجموع جذري كويس، محتاج من الشتله ان يكون جذرها كويس اول 10 15 يوم. عملت الجذر بتاعي وحصل انقسامات خلايا وطلع الجذور بتاعي، في المرحله دي حقنه كالسيوم. هدعم الجذر او الجذور اللي خرجت او الروت هير او الشعرات الجذريه اللي خرجت، هدعمها بالكالسيوم. عملت مجموع خضري كويس وعملت تفريعات، مهم جدا ان انا ادعم المرحله دي بالكالسيوم، ارش رشه كالسيوم او اضيف اضافه ارضيه طبعا افضل. عملت تفريع وعملت مجموع خضري كويس ودخلت على طور التزهير وعملت زهر، اخش هنا بحقنه كالسيوم مهمه جدا بالاضافه للرش. الثمار عندي عقدت، ادخل بحقنه كالسيوم بالاضافه الى الرش الورقي، وبعد 15 يوم من العقد اقرر رشه الكالسيوم تاني. فانا عندي 3 رشات اساسيين في الطماطم نركز عليهم جدا. اول رشه مع بدايه التزهير، ده دولت ال3 الاساسيين لو انت مش عايز تعمل اللي انا بقول لك عليه. مع بدايه التزهير رشه، ومع بدايه العقد رشه، وبعد العقد ب 15 يوم رشه. يبقى انا كده 3 رشات اساسيين. ولكن انا بقول لك بقى الافضل تعمل ايه. بعد ما اعمل مجموع جذري احقن حقنه كالسيوم بالاضافه للرش. بعد ما اعمل مجموع خضري وتفريعات جانبيه احقن حقنه كالسيوم بالاضافه الى للرش. وبعد كده كمل ال3 اللي انا قلت لك عليهم. يعني انت معاك يعتبر 5 رشات اساسيين في الطماطم مهمين جدا. فيعني يفضل الكالسيوم لا تغفلوا عنه يا ساده، لان حضرتك لو اعراض نقص الكالسيوم ظهرت عندك وانت طالع تودي الطماطم او قبل الجمع او قبل طور النضج، دي كارثه وخساره كبيره جدا. الطماطم من الحاجات اللي بيظهر فيها اعراض نقص الكالسيوم وبشراهه، وبترجع ايضا موضوع نقص الكالسيوم لحساسيه الاصناف لنقص العنصر نفسه. يعني لو الطماطم بلحيه هتلاقي اكتر مشاكلها في اعراض نقص الكالسيوم. لو الطماطم مدوره ما بيبقى يعني قلما قوي ما بتلاقي نقص الكالسيوم فيها. ولكن نصيحتي ليك النهارده من اهم العناصر انك تهتم بيها في الطماطم هو عنصر الكالسيوم، لان العنصر ده
ممكن يخسرك خسارة فادحة، رغم انك مكلف وراشش ومسمد وطماطمك ما فيهاش غلطة، ولكن تيجي تطلع تلاقي الطماطم كلها ملسوعة او ملطوعة من الاسفل اللي هو نقص الكالسيوم. فنصيحتي ليك لا تغفل عن عنصر الكالسيوم في محصول الطماطم. في نهاية الحلقة طبعا بشكر حضراتكم على حسن الاستماع، وإن عجبكم المحتوى بتاعنا اعملوا لنا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وشير المحتوى حتى يصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتقابل إن شاء الله في حلقات تانية.